السلام عليكم واهلا بكم من جديد في مطبخ شريفه كويزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. اذا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنساوش تعملوا جيم، وكذلك ما تنساوش تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او صابوني، وكذا تفعيل القناه بالضغط على الجرس. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنقدم لكم شلاضه او سلطه على شكل تورته. هاد السلطه فيها مكونات صحيه بسيطه سهله في التحضير ديالها. كنتمنى بنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. اذا بغيتو تشوفوا الوصفه ما عليكم غير تتابعوني على الفيديو. مشاهده ممتعه حبيباتي. نبداو على بركه الله. غنحتاجو كميه من البطاطس نسلقوها او نبخروها. انا بخرتها، وكذلك عندي خضر مشكله حتى هي بخرتها، ويمكن كذلك نسلقوها. الخضر كما كتشوفوا مقطعه الى قطع صغيره. عندي الجزر، اللفت، بطاطس، وكذلك اللوبيا الخضراء يعني الفاصوليا، والجلبان يعني البازلاء. غنحتاجو كذلك تون معلب، الذره المعلبه، الصلصه اللي سبق نزلت على القناه، وكذلك غنحتاجو الخيار وطماطم مقطعه الى قطع صغيره، صلصه المايونيز سبق لي حتى هي نزلتها على القناه. غنحتاجو كذلك الاطار دائري غلفته ببلاستيك غذائي يعني السلوفان. غنجيب اناء غنعمل فيه البطاطا، غنبزعها او نمعكها بشي فرشيطه او بآلة بحال هذه. غنضيف لها الصلصه، نذوقوها ملح، اذا كانت ناقصه ملح نزيدو لها شويه الملح. غنجيب الطبسيل اللي عندي فيه الاطار مغلف ببلاستيك غذائي، غنعمل فيه نص الكميه بطاطا، نسرحها مزيان في القعر وكذلك الجناب. الا بقات البطاطا كتسقنا في اليد ديالنا نبقاو ندهنو يدنا بالزيت او بالصلصه. بعد ما غلفت القالب مزيان بالبطاطا غنجيب الحشوه الاولى اللي هي خضره مشكله مبخره او مسلوقه. غنضيف الصلصه، من بعد غنضيف مايونيز، نخلط المكونات مع بعضها مزيان وغنعملها في القالب، نسرحها مزيان في القالب. من بعد غنجيب الحشوه الثانيه هي اللي فيها الخيار والطماطم، غنضيف الصلصه، التون المعلب، الذره المعلبه، وكذلك غنضيف في الاخير مايونيز. نمزج المقادير مع بعضها مزيان وغنعملها فوق الحشوه الاولى. الحشوه كتبقى دائما اختياريه، عملوا اللي ما حبيتو، يعني تقدروا تعملوا الروز او تعملوا افوكادو يعني لافوكا. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، انا غير وريت لكم الطريقه وصافي كيفاش تعدلوها. الحشوه الثالثه غنعمل الذره المعلبه، التون المعلب، غنضيف كذلك الصلصه، المايونيز، نمزج المقادير مع بعضها مزيان وغنضيفها على الطبقه الثانيه. في الاخير غنضيف البطاطا اللي بقات لي يعني مقدار ثاني نغلف به التورته. غنبسطها بيدي وكذلك بالمعلقه باش تجي متساويه، نغطيها ببلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه واحد الساعه باش تشبر مزيان، يعني باش من نحيدوها من الاطار تجينا سهله. هنا بالنسبه للتزيين غنحتاجو الخس، كذلك الصلصه اللي سبق لي نزلتها على القناه، تون معلب، حبه بيض مسلوقه. نخرج السلطه من الثلاجه، غنحيد البلاستيك غذائي، غنجيب واحد الطبسيل اللي غنقدمها فيه، ومن بعد غنحيدها من الاطار ونحيدها بلاستيك غذائي.
غنجيب الصلصه، غندهن السلطه من كل جوانب. من بعد غنجيب التون المعلب، غنعدلو في الجوانب ديالها كما كتشوفوا هنا. من بعد غنجيب ديك الحبة البيض اللي مسلوقة، غنفصل البياض على الصفار. غنجيب ديك البياض غنحكو او نطحنو في كما كتشوف بحال هاد الآلة، او نحكو في الحكاكة رقيقة. غنزين به السلطة. من بعد غنجيب ديك صفار البيضات، نخدمو بيدي شويه وغنعملو في الوسط، غتجينا على شكل زهره. غنجيب شوكه او فرشيطه، غنعمل بها خطوط. في الاخير غنزين التفصيل يعني الاطراف ديال السلطه بالخس. ها هو الطبق ديالنا بعد ما وجد. السلطه كتجي رائعه، كتجي في المنظر ديالها ولا في المذاق ديالها. المكونات ديالها كما قلت لكم بسيطه، سهله في التحضير ديالها. اذا عجبتكم الحلقه اليوم ما تنساوش تعملوا جيم الفيديو، كذلك ما تنساوش تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وحلقه جديده، في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.